أحد مشايخ المملكة يفتي بقتل المدعو صالح حمامة بالسيف الأملح. ليه يبغى يقتلني؟ لأني أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأحارب اللي سرقوا فلوس الشعب واللي دنسوا بلاد الحرمين. مجرم يا صالح حمامة، مجرم. تعالوا نشوف التغريدة ونرد عليه حبة حبة. يقول هذا اسمه صالح ولقبه دجاجة أو حمامة، يعني ظريف الشيخ شوي. طبعا في البداية قاعد يستهزئ باسمي وهذه أخلاقهم، يعني طبيعي واحد يحب تركي آل الشيخ محمد بن سلمان، إيش تبغى أخلاقه تكون؟ أخلاقه تكون زي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الواحد يشتي شوي. يقول ترك بلاد الحرمين التي تعمر مساجدها بدروس التوحيد والسنة. طبعا التوحيد عندهم هو انك تسمع وتطيع للملك والحاكم ولا يجوز الخروج عليه. الحلال ما حلل والحرام ما حرم، لانهم هم اصلا ناس اتوا لاخراج الناس من عبادة القبور الى عبادة اولياء الامور. هم ما يبغوك تعبد القبر، يبغوك تعبد صاحب القصر، هذا دينهم. يقول وهاجر لبلاد المومسات والكنائس. وين بلد المومسات يا الحبيب؟ ترى المومسات جاب لك اياهم محمد بن سلمان وصرف عليهم الملايين حقت الشعب، والشعب ما هو لاقي ياكل وخلاهم يهزون جنب الحرم 60 كيلو. اما بالنسبة للكنائس فنشوف المقطع هذا ونرجع. اول حقيقة عاوز اترجاكم انكم تكملوا صلاة من اجل المملكة العربية السعودية. كان زمان لو واحد دخل بالاشبية يحرقوا الاشبية في المطار، ولو دخل بانجيل يرجعوا حامل هذا الانجيل. بندخل دلوقتي معنا الصليب، معنا شنطة مليانة صلبان، وبنصلي قداسات. وصليت في السفارة المصرية هناك، واخر حاجة صليناها ليلة عيد الميلاد اللي فات ده على طول. حقيقة لما قداسة البابا التقى بسمو الامير محمد بن سلمان، كنت قاعد فقال له الانبا مرقس بيروح السعودية، فقال له سيظل يذهب إلى السعودية، وأدعوك يا قداسة البابا لزيارة المملكة. والحقيقة بيستقبلونا بكل حب وكل فرح. والله نرجع نقولها مليون مرة، احنا في بلد الكفر التي تزعمون نقدر نطبق شعائر الاسلام كلها اللي انت ما تقدر تطبقها في بلد الاسلام. انا اتحداك يا ابراهيم المحيميد انك تطلع تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر في بلد الاسلام اللي محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ اللي جابوا المومسات ورب الكعبة لينفخوك يا اسد السنة. المهم نكمل. يقول نشر مقطعا له يدعو لتجهيز 30,000 مناضل بالسعودية. الله اكبر، انا نزلت مقطع وانتم بترتوه وقصيتوه عني، ولكن اسأل الله ان ينتقم منكم. او قلت فيه انا ابغى 30,000 ينشرون الوعي عند شعبنا انه ما ينفع الشعب انه يركن للظالمين اللي يحاربون اعداء الدين، لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار، ويخرجوهم من الظلمات الى النور ويعلموهم ان الاسلام دين اتى حتى يقيم العدل ويكسر ظهور الظالمين. هذه الاشياء اللي بينها الله في القرآن وانتم اخفيتوها وخليتوا الاسلام دين الذل والانبطاح. وبعدها يقول ينتظره وامثاله سيف ونص، اما السيف هو سيف آل سعود الاملح. صراحة خوفتني جدا، انا اسف. انت عوير ولا شنو؟ تعوير ولا شنو؟ انت ما سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوم قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله؟ يعني اذا انا مت في هذا الطريق باذن الله اني مع سيد الشهداء حمزة في الجنة. تحسب انك بتخوفني؟ وعز جلال الله اني ادعو الله ان ينولني الشهادة على يدكم التي والله لا استحقها. عشاق الشهادة احنا يا مجنون. بس اخيرا اعترفت انكم انتم الخوارج الذين تقتلون اهل الاسلام وتدعون اهل الاوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سيوفكم ما تستخدموها الا عشان ترهبوا فيها الشعب، وتستخدموها على المشايخ في السجون وعلى جمال خاشقجي وعبد الرحيم الحويطي اسال الله ان يرحمه، وعلى المستضعفين من الاطفال والنساء اللي قتلتموهم في اليمن بالقصف العشوائي، اسال الله ان ينتقم منكم يا رب العالمين. اما الحوثي بعد 8 سنوات قاعد يسوي استعراض للقوه في اليمن وخلاكم تتصالحوا مع ايران، والان تدوروا طريقه تتصالحوا فيها مع الحوثي. فين قوتكم على هذول والسيف الاملح؟ ولا علينا بس؟ تعالوا نكمل التغريده ونشوف الحديث اللي جابه. تعال. قال النبي عليه الصلاه والسلام من اتاكم وامركم جميعا على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. تعال حبيبي نمسك الحديث حبه حبه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول وامركم جميعا على رجل واحد. انا عندي مشكله على كلمه رجل، هل اللي حارب الدين رجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذا فعلا صدق على محاربه الله وتدنيس بلاد الحرمين. هل يعتبر رجل؟ والله سبحانه وتعالى يقول رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، هذا دفع الملايين حتى يلهي الناس عن ذكر الله وعن الدين. كيف رجل؟ بعدين عندي سؤال. تعال، مين قال لك اصلا انه هذول اجتمعوا عليهم الناس؟ الشعب لا انتخب محمد بن سلمان ولا انتخب ابوه، كلنا نعرف انه الشعب اصلا ما له يد في الموضوع، جاء فلان وراح فلان، الشعب كذا كيس جوافه حاطين. وانا اقسم بالله انه يوم من الايام راح يلعن محمد بن سلمان على المنابر، فانتظروا اني معكم من المنتظرين. فلما يكون الحاكم اتى بالشورى واجمع عليه المسلمين، تعال اعطينا هذا الحديث. ها روق. والله لو انت كفو يا شيخ ابراهيم المحيميد وعلامه زمانك، انا اتحداك انك تطلع معايا في المناظره، وخلينا نسالك بعض الاسئله نشوف هل انت فعلا عالم لا يخشى الا الله ولا من عملاء الطواغيت. بيبين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر بلاد الاسلام من هذول الخوارج اللي استحلوا دماء المسلمين وهم اذناب عند الغرب عند المجوس. سلام عليكم.